السلام عليكم، إزيكم يا طلاب أولى ثانوي؟ إن شاء الله في الفيديو ده هنبدأ بكلمات الlesson الأول lesson 1. وعرفنا في الفيديو اللي فات إحنا عندنا كام unit، عندنا كام lesson، عرفنا التحيات، عرفنا قرينا وثيقة كتاب المدرسة، وعرفنا أصلًا الunit ده هيتكلم عن إيه إن شاء الله. في الفيديو ده بقى هنبدأ بكلمات هنعرف إحنا عندنا أصلًا الvocabulaire في الFrench بتتكون من أسماء إيه وأسماء إيه، والحاجات دي مهمة جدًا هنعرفها في الفيديو ده. بس قبل ما نبدأ الشرح متنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو، ولو حد حابب يشترك معايا في جروبات الزوم بنشرح على زوم كده بتبقوا لايف معايا ابعتولي على الواتساب وأقول لكم كل التفاصيل. هسيب لكم رقمي في الديسكريبشن بوكس وهسيبه لكم كمان في أول التعليق. في قناة التليجرام بنزل عليها كل حاجة، قناة الواتساب، في صفحة الفيسبوك، كل ده هتلاقوه في أول تعليق إن شاء الله. يلا بينا نبدأ. إحنا عندنا الفوكابولار في الفرنش. أول حاجة كده لازم تعرفها إن هما الأسماء دي متكونة عندنا لنوعين: النوم الماسكولين وهي الأسماء المذكرة، والنوم فيمينا الأسماء المؤنثة، ولازم نفرق ما بينهم. بنفرق ما بينهم إزاي؟ بنفرق ما بينهم بالأداة. تمام؟ تمام. وعندنا كمان الverb الجدول بتاع الverb الأفعال، وفي عندنا جدول الadjectif اللي هي الصفات، الadverb الظروف، والpreposition حروف الجر، والexpression التعبيرات. في كل lesson هتلاقي نفس المربعات دي. تمام؟ اسماء مذكرة، اسماء مؤنثة، أفعال، والجدول بتاع الصفات وظروف حروف الجر والتعبيرات. تمام. طب احنا بنعرف ازاي الكلمة دي مذكر ولا مؤنث؟ الكلمات المذكرة هتلاقوا قبلها يا إما un يا إما le. إيه الأدوات دي؟ الجرامر ده هنشرحه في اللي جاي إن شاء الله، بس أنا كل اللي عايزاك تعرفه إن دي أداة نكرة اللي هي الأ، ودي أداة معرفة يعني الكلمة دي فيها ألف ولام، وإن الكلمة دي ما فيهاش ألف ولام. ده اللي محتاج تعرفه دلوقتي، وفي الجرامر هنشرح الحاجات دي. تمام. يبقى آدي عرفنا إن الأ واللو دول بتوع إيه؟ دول بتوع المذكرة. أي كلمة بادئة بأ أو لو دي كلمة مذكرة. نبدأ بقى مع بعض كده بأول كلمة: ولد، يعني un garçon. un garçon، وبتيجي بمعنى الجرسون بتاع المطعم. يبقى جرسون ليها معنيين: يا إما ولد يا إما جرسون المطعم. un lycée مدرسة ثانوي. un lycée lycée. حاجات الأكسون والحاجات دي أنا شرحها في فيديو برضو مهم أوي تتفرجوا عليه. بعد كده طالب في المرحلة الثانوية: un lycéen. un lycéen طالب في المرحلة الثانوية، جاية من كلمة لا ليسي، هي أصلا بس زيادة حرف الآن في الآخر. بعد كده لعبة: un jeu. un jeu. مدرس: un professeur. un professeur. تلميذ: un élève. un élève. رفيق أو صاحب: un copain. un copain. صديق على النت: un super copain. un super copain. زميل: un camarade. un camarade. جار: un voisin. un voisin. un ami صديق. تقول لي طب احنا خدنا كذا كلمة معناها صديق. بصوا، copain وأمي يعني يعتبر أصدقاء قريبين منك، وكوبان بتيجي أكتر مع صديقك في المدرسة. تمام. وأمي برضو صديق، يعني عادي لو صديق من المدرسة، صديق في الباسكت، صديق في أي مكان، الاتنين يعني حد قريب منك. طبعا سوبر كوبان باين قوي إن هو حد أنت بتتشات بتتكلموا على النت بس. وكاماراد زميل، دي بتيجي أكتريتها مع زمايلك اللي في المدرسة، وممكن يكون زميل ليك بس أنت مش قريب منه قوي، يعني مش صاحبك قوي، بس هو زمايل، الناس كده كلكم كده زمايل في المدرسة. ماشي. بعد كده رياضة: ان سبور. ان سبور. اسم الشخص: un prénom. un prénom. اسم الأب أو اللقب: un nom. خلي بالنا بقى هنا، اسمك أنت prénom، اسم بابا un nom. بعد كده عمر: un âge. un âge. عام: un un. الاتنين شبه بعض كده: un un. أخ: un frère. un frère. أب: un père. un père. العلم: le drapeau. le drapeau.
وآخر حاجة في الnom masculin le club de classe ده اسم اليونت، يعني هي مش مهمة أوي يعني، بس هو اسم اليونت بيقول لي جماعة أصدقاء الفصل الجروب، يعني أشخاص ليهم نفس الاهتمامات، بس هو ده le club de classe. تمام. هتلاقوا في كلمات معمولة باللون الأحمر هنا، ليه عاملهم باللون الأحمر؟ يعني إيه اللي بيميزهم علشان يخليهم معمولين باللون الأحمر؟ إيه اللي بيميزهم؟ إن إحنا في عندنا كده اعتقاد، في ناس عندهم اعتقاد إن الكلمات اللي آخرها حرف الأ بتكون في الفيمينا، واللي مش آخرها أ هتبقى ماسكولين، وحاطط الموضوع ده في دماغه خلاص، هي جت في دماغي كده، مش هغير المنطق ده. لا عادي، في شوية كلمات بيكون آخرها حرف الأ وبتكون مذكر، هما مش بيبقوا كتير، يعني الأكترية هما اللي مش آخرهم إيه بيكون مذكر. تمام. وأكترية اللي بيكون آخرهم حرف الأ في الآخر اللي هو حرف الإي بالإنجلش بيكونوا فيمينا، وفي منهم شوية ماسكولين. فهو عامل لك بالأحمر عشان تركز كده وتاخد بالك إن الكلمات دي أهي آخرها إيه، بس هي إيه؟ بس هي ماسكولين عادي. تمام نكمل. الأسماء المؤنثة. بنت une fille une fille. طالبة في المرحلة الثانوية نفس الكلمة اللي فوق بس إحنا زودنا إن أ une lycéenne، يعني اللي فوق كانت lycéen un lycéen، وهنا lycéenne. نسيت أقول حاجة، الأدوات بقى في الكلمات المؤنثة. إحنا عندنا في الأدوات بتاعت المؤنث une، دي أداة النكر، يعني الكلمة ما فيهاش ألف ولام، دي بتاعت المؤنث. ولا يعني الكلمة فيها ألف ولام معرفة بس كده، دي الأون ودي اللا. نكمل بقى. خلاص عرفنا لسيان، بعدها رفيقة une copine، صديقة على النت une super copine، نفس الكلمة اللي فوق هنا كانت كوبان، أما هنا زودت إيه بقت كوبين أهي، بس هو ده الفكرة. طب اللي بعد كوبان اتغيرت شوية، يعني كوبان أهي فين كان شكلها أهي بان بي A I N، تحت اتغيرت شكلها شوية بقت P I N E. بعد كده صديقة une amie، نفس الكلمة اللي فوق بس زودت حرف الأو بس une amie. جارة une voisine، نفس الكلمة اللي فوق بس زودت أ بس عادي سهلة اهي. عنوان une adresse une adresse. قصة مصورة une bande dessinée، واختصارها بي دي، ودي أكتر حاجة بنشوفها أصلا البي دي، بس تبقى عارف برضو bande dessinée وتبقى عارف إن هي كلمة مؤنثة. مدينة une ville une ville. بعد كده في حاجة عايزة برضو تكون حد كده مركز وأخد باله. هنا البنت أنا قلت في ما نطقتش ال أصلا، وهنا مدينة قلت فيل نطقت ال. يعني هل في قاعدة؟ يعني لا مفيش قاعدة، هي في كلمات ممكن ننطق فيها حرف ال، وفي كلمات ما تنطقش فيها حرف ال، تيجي كده بالممارسة. بعد كده لوحة ألوان أو باليتة ألوان une palette، احنا بنقول باليتة أهي une palette. حرف أو خطاب une lettre une lettre. شارع une rue une rue. أخت une sœur une sœur. une mère une mère. صورة une photo une photo. لون une couleur une couleur. استمارة une fiche une fiche. الموسيقى la musique، ونفس الكلام اللي معمول عليهم بالأحمر دي كلمات مش آخرها حرف الأ ولكن مؤنثة، تخلي بالكم من الكلمات اللي باللون الأحمر دي. كلمة سيغ يعني كده كده هي باينة دي أخت فأكيد مؤنث. نكمل نروح للفيرب الأفعال. يستعلم عن s'informer sur أو de، ممكن تاخد حرف الجر sur أو ممكن تاخد حرف الجر de. s'informer sur أو de. يشكر remercier remercier. يعطي donner donner. يطلب أو يسأل demander demander. يقدم نفسه se présenter se présenter. يسكن habiter habiter. يحب aimer aimer. يسمى s'appeler s'appeler. يتكلم parler parler.
يمتلك avoir avoir. آخر جدول وهو جدول الصفات والظروف وحروف الجر. جديد يعني nouveau nouvelle، عندنا كلمتين nouveau nouvelle. إيه الفرق؟ nouveau آخرها حرف الأو، حرف فويل، فالكلمة اللي تيجي بعدها تبقى بادئة بكونسون، حرف ساكن. أما نوفيل آخرها ال، حرف كونسون، فالكلمة اللي بعدها تبقى بادئة بفويل، يعني العكس، اللي بادئة بفويل تاخد بعدها كونسون، واللي بادئة اللي آخرها كونسون تبدأ بفويل الكلمة اللي بعدها. جديدة نوفيل نوفيل، هي نفس النطق بتاعت اللي فوق بس زودت ال او بس مش أكتر. مفضل préféré préféré، عايز اخليها مفضلة، حاطط لي الأ ما بين قوسين بيقول لي زود أ، بس طب النطق بتاعها هيبقى هو préféré برضو. آسف désolé، عايزة أقول آسفة نفس الكلام أحط لها أ désolé. نفس أو ذات مم مم. حرف عطف و اللي هو إيه، مش أت، حرف هي الأو تي على بعض بتنطق إيه. مع avec avec. أنا moi moi. أنت toi toi، دول اسمهم ضمائر توكيد. أنا أحب جيم، تقولي إيه ده، دي أنا هي ما كانت اسمها موا، لا ده ضمير فاعل، أما ده ضمير توكيدي، لسه قايلة من شوية إن ده اسمه ضمير توكيدي. ضمائر الفاعل هو اللي بتكلم بيها بقى أنا وأنت جو تو إل ال، وهناخد ده في الجرامير إن شاء الله. يبقى جيم أنا أحب، جو نيم با أنا لا أحب، معذرة أو اعذرني excuse moi excuse moi. لقاء أو خلال دردشة على النت rencontre sur le chat rencontre sur le chat. وبس كده، كده نكون خلصنا فيديو النهاردة. قلنا الكلمات زي ما اتفقنا، الكلمات دي تتقسم، كل جزئية جرامر تاخد جدول وتحفظه. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. au revoir.